في الأول من تموز يوليو القادم ترحل القوات الأمريكية عن المدن والقصبات العراقية في خطوة أولى نحو تولي أبناء هذا البلد الذي مزقته الحروب مسؤولية أمن بلادهم قبل الانسحاب الكامل في نهاية عام 2011. فبعد هذا التاريخ لن يبقى سوى عدد قليل من القوات الأمريكية التي ستتولى مهام تدريبية واستشارية، فيما سينتقل معظم جنودها إلى قواعد أخرى بعيدة عن المدن وفق الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن. ولن يسمح للقوات الأمريكية بعد ذلك بدخول المدن إلا بطلب من قوات الأمن العراقية عند الحاجة للدعم في التصدي للاضطرابات أو تنفيذ عمليات أخرى. ثقة مشوبة بالحذر من تصاعد الهجمات وأعمال العنف أبان الانسحاب الأمريكي تلك التي أعرب عنها القادة الأمنيون العراقيون. وزير الداخلية جواد البولاني أعلن قبل أيام أن الانسحاب لا يعني نهاية التحديات الأمنية، لكنه شدد على أن قوات الأمن لديها القدرة على مواجهة هذه التحديات. ويبلغ عديد القوات الأمنية العراقية حاليا 500 ألف شرطي فضلا عن نحو 250 ألف عسكري، وقد تولت هذه القوات المسؤولية فعليا في المدن إلى حد كبير، لكن لا تزال هناك تساؤلات حول مدى استقرار الوضع الأمني بشكل دائم في البلاد، خصوصا بعد التفجيرات الأخيرة التي تعد الأكثر دموية منذ أكثر من 16 شهرا في هذا البلد. رئيس الوزراء نور المالكي اعتبر هذه الهجمات محاولة من القاعدة لتقويض الثقة بين قوات الأمن العراقية وإثارة الانقسام الطائفي في البلاد، منتقدا صمت حكومات عربية تجاه فتوى التحريض والقتل والتكفير ضد أبناء الشعب العراقي، مؤكدا أن مروجي الفتن الطائفية التي تدعمها جهة خارجية وراء موجة التفجيرات الأخيرة. في وقت انخفض مستوى العنف بشكل ملحوظ، وكان شهر مايو أيار الماضي الشهر الأقل عنفا منذ عام 2003، لكن لا تزال هجمات تقع بشكل متكرر خصوصا في بغداد والموصل وديالى، وتبقى أمنية العراقيين أن تكون هذه الهجمات بمثابة الأنفاس الأخيرة التي يلفظها تنظيم القاعدة في العراق.